السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين القرص اللي تجنن دي؟ قرص النشادر، قرص الافران، قرص زمان، بجد طريقتها سهلة قوي. ويلا بينا نشوف مقدرنا ايه وهنعمل ايه وايه اللي ممكن يطلعها لنا طرية وممكن تبقى مقرمشة. معايا دلوقتي كوباية الا ربع سكر بودر. تمام، سكر عادي مفيش مشكلة، بس البودر هيدي نتيجة افضل. كوباية الا ربع لبن. كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة يعني، بالمطبخ يعني. ومعايا كمان تلت كوباية زيت ومعلقة نشادر كبيرة. هقلبهم كويس مع بعض زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان يعني كل حاجة تدوب والسكر يدوب وكل حاجة تبقى خلاص تمام معايا. وهبتدي بعديها بقى هضيف الدقيق بتاعي. بعد ما يعني احس ان خلاص الدنيا كلها تجانست، المواد كلها تجانست مع بعضها، هحط الدقيق بتاعي. انا معايا نص كيلو دقيق. هحط الدقيق بس مش كله، هحط شوية يعني كتار كده، وهخلي شوية على جنب بالتدريج، علشان احنا طبعا عارفين الدقيق، وطبعا ممكن ساعات يجي زيادة يجي انواع مختلفة، فعلى حسب الدقيق اللي انتوا بتستعملوه. انا هلم العجينة معايا زي ما انتوا شايفين، هي ما بتتعجنش يا جماعة، ناخد بالنا كويس قوي، عشان هي بتتعامل معاملة البسكوت والنواعم. تمام كده، يعني اللي هي بتتلم وخلاص، انا ما بعجنش فيها، بلم وبحس ان المقادير بتاعتي والمكونات يعني خلاص، فخلاص الدنيا بتبقى معايا تمام. زي ما احنا شايفين كده ألمها واحس ان هي خلاص اتكونت معايا عجينة في ايدي. خلاص كده تبقى الدنيا تمام. بلمها بقى زي ما احنا شايفين اهو، تتلم كويس، بحيث ان انا احس المكونات كلها خلاص بقت داخل بعضيها. وبعد كده هختبرها حتى بايدي دلوقتي، بحيث ان انتوا تلاحظوا بقى ان خلاص العجينه معاكم خلاص مش هتتعجن تاني واتلمت معاكم. انا ايدي اللي بعجن بيها طبعا ملزقه زي ما احنا شايفين، بس ايدي التانية بصوا كده اهي. انا جربتها قدامكم وانتوا يعني جربوها بنفس الطريقه كده، هتلاقوا الدنيا معاكم خلاص. طالما ايدي الناشفه انا لميت فيها العجينه وكورت معايا كده، يبقى خلاص الدنيا تمام وما شققتش مني، فهي العجينه معايا مظبوطه والقرص معايا مظبوطه، مش هتحتاج ننقص حاجه ولا نزود حاجه. هي بالظبط كده يعني، جربوها وهتبقى الدنيا تمام معاكم. بس انا لميتها وما بسيبهاش تخمر، خدوا بالكم من النقطه دي، علشان النشادر ما ينفعش ان هي تخمر، ما فيهاش خميره اصلا. تمام، وعلشان كمان في نفس الوقت العجينه بتاعتي ريحه النشادر طبعا نفاذه، وان هي ما تغمقش معايا. بس هبتدي بقى اكور على حسب المقاس والحجم اللي انتوا عايزينه. التكوير دوت يعني انا عملتها اللي هو وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، بحيث ان هي تبقى مظبوطة معايا. ورمت معايا فوق ال20 واحدة، يعني ما شاء الله نص كيلو رمى، شوية حلوين يعني. فانتوا على حسب ما انتوا حابين، عايزينها اكبر من كده يعني كبروا شوية، اصغر برضو خالص صغروا شوية. هي يعني تعتبر زي البرازق كده، اللي هي اللي هي الشامية يعني، بس هي مصرية بقى يعني هي قرص ومنتشرة جدا في الأفران، والناس كلها بتحبها جدا يعني. بس بعد ما كورتها بقى هبتدي دلوقتي ان انا يعني ابتدي افردها. بفرد كده بايدي شوية بس صغننين كده، وبعد كده بقى احطها في السمسم واحطها وابطبط عليها كده. وبعد كده اروح ماسكه النشابه الصغننه بتاعتي، يعني لو عندنا واحده، بحيث ان هي بتساعدني بصراحه في ان انا افرد العجينه واشوف السمك بتاعها ايه. هنا بقى القوام بتاعها او السمك بتاعها ده بتاعكم انتوا. انا زي ما احنا شايفين هو رفيع اصلا، يعني مش اللي هو تخين وطلعت معايا تخينه، هي كده كده هتنفش اصلا. فانا بعمل القوام بتاع القرصه بتاعتي اللي هو ولا تخين ولا رفيع، على حسب ما انا عايزه، يا تبقى مقرمشه بيبقى رفيع شويه، يا تبقى اللي هي تخينه شويه عشان تبقى طريه مش ناشفه قوي. هي ما بتبقاش طريه طريه برضو، هي بتقطم معايا بس طريه. تمام، زي الهشاشه بتاعت الكوكيز كده، والقوام بتاعه يعني. بس كده هي بتتلم. بصوا انا بفرد، بحاول افرد، انا بوريكم كذا واحده بحيث ان انتوا تبقوا عارفين الدنيا عامله ازاي، وشوفوا هي فعلا رفيعه وبعد كده هتنفش اصلا في الفرن. تمام، وزي برضو ما انتوا حابين، يعني انتوا حابينها كده يعني السمك يبقى بتاعها اللي هو رفيع، مقرمشه معاكوا، تمام، بيبقى عامل زي البسكوت بالظبط. عايزينها اللي هي تخينه شويه، ما بيبقاش طري يا جماعه خالص، لا بيبقى فيها طراوه، يعني اللي هي بتقطم معانا وناعمه في بقنا. تمام، برضو ده اللي انتوا حابينه برضو اعملوا بيه،
على حسب ما انتوا حابين. بس نفردها الفردة الحلوة وتقطيع الحجم المناسب بالنسبة لكم انتوا. بس انا بكون كده زي ما احنا شايفين، بكون بكمل قصدي يعني بقية الحاجة بتاعتي، بقية القرص بتاعتي، وبفردها. ما يعني زي ما انتم شايفين والله الرفع ده هينفش معاكم يا جماعة بعد كده. هنا قبل ما ادخلها الفرن، وهنا بقى بعد ما طلعت من الفرن. هي المفروض بندخلها على 180 زي البسكوت والكيكات، وبتاخد من 15 ل 20 دقيقة يعني من تحت ومن فوق. بنشغلها الاول في الرف الوسط، بنشغلها من تحت بس لغايه ما خلاص تبتدي القعر يحمر معايا، اروح عامله الشوايه بسيط من فوق، وناخد بالنا عشان هي بتتلسع بسهوله. بجد كانت تجنن يا جماعه جدا، وزي ما احنا شفنا بصوا، والكميه ما شاء الله بنص كيلو. طعمها يعني انا ما كنتش بحبها وانا صغيره، بس انا حبيتها وانا كبيره. بس انا حسيت بتاعه الفرن بتبقى طريه قوي. فبجد لا، جربوها بجد هتعجبكم، والولاد بيحبوها جدا واحسن من بره. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.